السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الكيكة كتجي زوينة بزاف بمذاق الحامض. غادي نوجدوها غير بيضة وحدة. غادي تعجبكم ان شاء الله الا جربتوها بهذه الطريقة. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي الشكل ديالها، بحال الا دايرين فيها حنايا 4 ديال البيضات. هي محضرة غير بوحدة، مكونات سهلة. والسر ديال هاد الكيكه باش كتجي زوينه غادي تشوفوا معايا ان شاء الله كلشي في المقادير. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتو عايده خليو لي لايك وتعليق باش كنزيد نعطي المزيد. وهنا بلا ما نطول عليكم، بعد ما شفتوها معايا كيجي ما شاء الله هذا هو الشكل ديالها، والمذاق تاعها كيجي هائل. كتجي طالعه ومهويه وخفيفه ولذيذه بزاف بزاف. هذه هي الصورة ديال هاد الكيكة، انا قطعتها معكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله، باش تزعموا وتحضروها. فعلا كتستحق التجربه، والله الا كتجي زوينه بزاف بزاف. والا جربتوها هكا بهذه الطريقه اللي غادي نحضرها معكم اليوم، راه غادي تبقاو دائما توجدوها، وهذا وقت الحامض. هنايا بلا ما نطول عليكم، بعد ما شفتوا معايا الصوره غادي ندوزو ان شاء الله باش نحضروا الوصفه ديالنا. بسم الله على بركه الله. مكونات سهله وبسيطه سريعه في التحضير ديالها، وكتجي فتيه. هنا غادي ناخذوا فاش نخدموا. بسم الله. غادي نحتاجوا حبه ديال البيض اللي مخرجينها من الثلاجه من قبل، مع واحد رشيشه ديال الملح اللي دائما ما كنساوهاش في الحلويات. غادي ناخذ سكر سنيده، غادي ندير كاس لاروب سكر سنيده. هنا كما قلت لكم غادي نديرها بمذاق الحامض. غادي ناخذ هذيك القشره ديال حامضه، المهم غسلتها مزيان وحكيت القشره ديالها في هذيك الحكاكه اللي كتكون ما غليظاش بزاف باش ما تخرج لينا داك القشره غليظه. المهم البلاصه اللي كتكون رقيقه غير شويه. هنايا درت الرشيشه ديال الملح، حبه ديال البيض، كاس لاروب سكر سنيده. المهم هنا غادي نحتاجو الطراب يدوي. بسم الله على بركه الله. وغادي نطرب هاد الحبه ديال البيض مع هاد السكر سنيده وهاد رشيشه ديال الملح وقشره ديال الحامض مزيان مزيان، حتى كتطلع لينا هذيك الحبه ديال البيض كتبدا كترغوي وكتطلع مع هذاك السكر سنيده. صافي. هنا من بعد ما خدمتها مزيان كيطلع القوام ديالها. شوفوا معايا كتولي مرغويه وكثيره. هنا غادي نديرو نص كاس زيت نباتيه. كما قلت لكم كيكه بمكونات اللي هما يا بساط والنتيجه يا سلام كتجي هائله. هنا عندي كاس لاروب كما شفتوا معايا. مهم درت نص كاس ديال الحامض، عصير ليمون الحامض، وزدت عليه الماء تولى عندي كاس لاروب. كنخلط مزيان مزيان. هنايا نص كاس ديال الماء اللي كيكون دافي، وهذا الحليب غبره او الحليب مجفف. كندير 2 معالق كبار اللي هما يا عامرين. كيكه كتجي يا سلام في المذاق، رائعه بزاف بزاف، كتجي زوينه. وكنخلط مزيان مزيان على حساب هاد الحليب اللي درنا دابا. صافي تتخلط عندي الخليط مزيان. من بعد درت كاس ديال الطحين او الدقيق، وغادي نزيد الكاس الثاني اللي دائما كنغربلو من قبل، ودائما كيكون الدقيق من النوعيه الجيده في الكيك باش كيطلع لينا الكيك وكيجي حتى اللون ديالو لونه كيجي زوين وكيجي الشكل ديالو زوين. المهم هنايا غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الطحين على حساب البيضه، هي اللي كتحكم لينا في هاد في الدقيق. والمقادير راه كما شفتوا معايا راه كلهم مضبوطين. البيضه اللي كاينه بعض المرات تكون صغيره وكاين بعض المرات كتكون كبيره. المهم هنايا غادي نديرو 2 كيسان عامرين ونص ديال الطحين. لا خصاتكم شي معلقه، الا جاكم الخليط خفيف شويه كتزيدوا معلقه حتى ل2 معالق ديال الطحين. هنايا 2 خمارات ديال الحلوى، كل كيس من وزن 8 غرام. درت هاد الخميره مع نص ديال الدقيق، نص كاس ديال الدقيق. المهم جوج كيسان درتهم في الاول، ونص كاس ديال الدقيق درتو مع هذيك الخميره. كنخلط الخليط مزيان مزيان
من بعد غادي نحتاجو هنايا معلقه ديال الحامض بوحدو، يعني ما كاين لا معاه ما لا والو، عصير ليمون الحامض. هاد كيكه خفيفه ورطبه وفتيه. صافي هنا كنخلطوا الخليط مزيان مزيان حتى كيرجع الشكل ديالو بحال هكا. من بعد ديك الساعه غادي ناخذوا الخليط وغادي نديروه في المول اللي سبق ليا، دهنته بالزبده ورشيته بالطحين وخليته على جنب. عاد وجدت الخليط ديال الكيك. دائما الا بغيتوا الكيك يجيكم طالع، دائما كناخذوا الخليط وكنهزو يدنا الفوق وكنبداو نفرغوا فيه بحال هذا الشكل هكا باش كتجينا كيكه مقببه. حتى هذا راه سر من الاسرار ديال الكيك. صافي هنا من بعد ما كنفرغ الخليط كندخلوا الكيكه ديالنا الفران. المهم على حساب نتوما كيفاش مولفين الكيكه ديالكم كل واحد. المهم انا غادي نديرها في الفران اللي سبق ليا سخنته. المهم كي شعلت الفران لتحت العافيه كتكون متوسطه، وغادي ندخل الكيكه ديالنا الفران طيب. هنا بعد ما طابت ما شاء الله كيجي هذا هو الشكل ديالها. كتجي كيكه خفيفه ظريفه رائعه في الشكل ولا في المذاق. المهم خليتها هنايا حتى بردات واحد شويه. من بعد درت معلقه سكر سنيده وجوج معالق من عصير الليمون الحامض وزدت عليهم الماء في هذه السليفه هذيك كما شفتوا معايا وكنسقيها. كيجي واحد السيرو اللي هو رائع الصراحه. من بعد ما سقيتها بهذاك بعد السيرو اللي وجدت كيجي هذا هو الشكل ديالها. المهم بعد ما سقيتها غادي نقول لكم باش زينتها. خديت 4 المعالق كبار ديال السكر كلاصي او السكر الناعم، وزدت عليهم 3 المعالق ديال عصير ليمون الحامض وزدت عليهم. المهم درت العصير مع سكر كلاصي وخديت معلقه في واحد الزليفه وبقيت كنخلط وانا كنزيد الماء حتى كيرجع عندي هذاك السكر كلاصي بحال الشكل ديال الكريمه كما كتشوفوا. دابا الكيكه مزينه ما شاء الله. كيجي القوام ديالو الشكل ديالو زوين. المهم تقريبا غادي نقول لكم شحال درت ديال الماء. تقريبا 3 ديال المعالق ديال الماء مع 4 المعالق ديال السكر كلاصي وعصير الليمون الحامض زينتها. وعاد خديت القشره ديال واحد الحامضه اللي مغسوله مزيان حكيتها. حكيت هذيك القشره ديالها من فوق ديال الكيكه. انايا قطعتها معاكم وكيجي الشكل ديالها خفيفه وهشيشه ورطبه بزاف بزاف. راه كتجي فتيه هاد الكيكه غير جربوها وإلا جربتها بهذه الطريقه راه غادي تعجبكم. شحال من واحد كيذوقها عندي صراحه كتعجبو وكتجي بحال دايره فيها انا البيض كتير وراه ما فيهاش البيض كتير، فيها غير حبه وحده حيت كتجي كيكه طالعه وفتيه وخفيفه ورطبه والمذاق يا سلام. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. خليت لكم الراحه. نتلاقاو